السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معكم محمود العراقي من قناة جاست 5، وانت بتتعلم دلوقتي انجليزي بأفضل وأسهل وكمان أسرع الطرق. أحب أفكركم دايما بأن الجمل الانجليزي أو أي لغة في الدنيا علشان تتعلمها كويس وكمان تحفظها لازم تكررها أكتر من مرة، وتحاول تسمعها كتير جدا، وكمان تحاول تستخدمها بشكل يومي، بحيث ان انت لو تقدر تتخيل أو تخلق موقف تستخدم فيه الجملة دي، ده هيخليك تتعلمها وتحفظها بسهولة وبسرعة، وعمرك كمان ما هتنساها أبدا. قبل ما نبدأ الحلقة، فضلا لأمرا ياريت تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل جرس علشان يوصلكم كل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. ويلا نبدأ الحلقة. Not exactly what I was looking for. 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 الجملة الأولى بتقول Not exactly what I was looking for. Not exactly what I was looking for معناها ليس بالضبط ما كنت أبحث عنه، يعني مش هو ده اللي أنا كنت بدور عليه. كأنك مثلا بتدي حد تاسك أو مهمة معينة وهو ما عملهاش بالشكل المطلوب أو بالشكل اللي أنت عايزه، فبتقوله الجملة دي Not exactly what I was looking for. Not exactly what I was looking for. Not exactly what I was looking for. What's up? It's crunch time, dude. 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 الجملة التانية What's up? It's crunch time, dude. What's up? It's crunch time, dude. الجملة معناها ما الأمر؟ حان وقت الذروة يا صديق أو يا صاح أو كده. دود هنا دي يعني معناها صديقي، الأجانب بيستخدموها بشكل يعني كده إيه ودي، كأنه واحد بيقول لحد يا صاحبي أو يا صديقي أو كده. كلمة crunch time يعني وقت الذروة. هو دلوقتي مديره دخل عليه فلقاه نايم وفي وقت زحمة الشغل، فهو بيقول له واتس اب، ما الأمر؟ It's crunch time, dude. يعني ده وقت الذروة، وقت زحمة الشغل يا صديقي. What's up? It's crunch time, dude. What's up? It's crunch time, dude. What's up? It's crunch time, dude. Yeah, I'll bet I 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 الجملة التالتة Yeah, I'll bet they are. Yeah, I'll bet they are. I'll هنا اختصار ل I will، وبت هنا معناها أراهن. الجملة معناها نعم سأراهن عليهم. هو هنا استخدم كلمة بت اللي هي الرهان أو بيراهن كتعبير عن التحدي. هي كمعناها الحرفي فعلا الرهان بتستخدم هي كرهان، فهو ده المعنى الأصلي بتاعها، ولكن في بعض الأحيان بتستخدم كتعبير عن التحدي. فالجملة هنا أقدر استخدمها برضو في أكتر من موقف. Yeah, I'll bet I Yeah, I'll bet I I think you're missing the point. 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 الجملة الرابعة I think you're missing the point. I think you're missing the point. You're هنا اختصار ل you are، معناها أنا أعتقد أنك تفتقد لأمر معين، يعني أنا بشرح لك حاجة وممكن في حاجة سقطت منك كده مش فاهمها، فأنا بقولك النقطة دي أنت مش فاهمها كويس. I think you're missing the point. I think you're missing the point. I think you're missing the point. Well, let me see it. 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 الجملة الخامسة والأخيرة Well, let me see it. Well, let me see it معناها حسنا دعني أرى ذلك. حد بيقول لك مثلا حاجة معينة وانت بتقول له خليني طيب أشوف الموضوع، أو بيطلب مني حاجة فبتقول له حسنا خليني طيب أشوف الأمر أو أطلع عليه. Well, let me see it. Well, let me see it. تعالوا بقى كده نرجع نسمعهم تاني كلهم. Not exactly what I was looking for. Not exactly what I was looking for. What's up? It's crunch time, dude. What's up?
It's crunch time, dude. Yeah, I'll bet they are. Yeah, I'll bet they are. I think you're missing the point. I think you're missing the point. Well, let me see it. Well, let me see it. دلوقتي ميعادنا مع الهوم ورك، وهم فقط جملتين من مشهدين عايزكم تسمعوهم كويس جدا، وعايزكم تكتبوا لي في الكومنتس سمعتوا ايه حتى لو كتبت غلط. Yeah, I'm still here. 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 Thank you for your time. 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 وبكده خلصنا الحلقة، يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله تستفيدوا أكتر وأكتر في قناة جاست 5. وما تنساش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل الحلقات اللي جاية. وقبل ما أقفل ما تنسوش حاولوا تكرروا الجمل وحاولوا تسمعوها أكتر من مرة، وكمان حاول تخلق في يومك مواقف علشان تستخدم فيها الجمل دي علشان تتعلمها وتحفظها وعمرك ما هتنساها تاني أبدا. كان معكم محمود العراقي من قناة جاست 5. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.